ويتكلموا، لان ده اصطراع الافكار، ده التقدم انا مش مختلف معاك، انا بس مش ناوي اجمعهم الاثنين في اوضه واحده يتصالحوا ويبوسوا بعض. انا بقول لحضرتك انه قبل اداره الصراع السياسي ده، اللي الحقيقه السلفيين ما بيكلموش باعتباره سياسي، بيكلموه باعتباره ديني، نعمل الاول قواعد بناء الدوله اللي حضرتك قلت عليها والدستور وغيره، وبعدين يا سيدي نقعد مع بعض نتخانق زي ما احنا عايزين. طب ما احنا نتخانق في قواعد بناء الدوله نفسها. صح، كويس، يلا نتخانق في قواعد بناء الدوله. يا ريت. مش نتخانق ما بعد يعني قواعد بناء الدوله. اللي هيعملوا كده مين اللي هيختارهم، حضرتك ولا الدستور؟ مين اللي هيختاروا مين اللي يختار اللي هيعملوا الدستور؟ كويس، ما اعرفش، انت المرشح الرئاسي قول لي. بالظبط، لازم الرجوع. هو ده بقى، انا عندي الاحزاب مش جاهزه والوقت مش كافي لتجهيزها. كويس. طيب دول اسمهم ايه؟ دول المرشحين. خلاص، يبقى مش هعتمد على ناحيه المرشحين لان المرشحين مش جاهزين، هعتمد على الناخبين. حاجه اسمها شعب مصر، وعي شعب مصر. اقعد اتكلم وحضرتك تتكلم وخصمي يتكلم وصاحبي يتكلم، ونقعد نخلي الكلام كله. والا احنا اذا كنا ناويين نكفر بشعب مصر ان كلهم طراطير او كلهم سذج، وانه استنوا لما الاحزاب تعرف توجهكم وتربيكم، ده انتم مش متربيين ولا فاهمين، يبقى معنى كده نحن قوم لا نؤمن بشيء اسمه شعب مصر. لا، معنى كده يبقى احمد نظيف شعب غير ناضج وانه مش مهيئ للديمقراطيه كمان. بالظبط. برافو. نبقى يعني ألعن بس كمان الفكره بس، واحنا بنتطحن امام الشعب المصري لكي يختار هو وهو أمام السيد. الشعب مش امامه هو معانا. لا عشان ينتخب. احنا مش على المسرح وهو متفرج. لا بينه الشعب داخله مش متفرج. هو لا ما هم دول مش مستوردين برضو، لا السلفيين جبناهم من البحر الاحمر ولا العلمانيين جبناهم من البحر المتوسط، ما كلهم مصريين. هم لما تروح الريف حضرتك اللي بيقعدوا في اوضه ويدوروا كوبايه الشاي ولا يقعدوا على مصطبه ولا في دوار، دول عندهم من النضج وهما بيتكلموا مع بعض، بيقعدوا دول هم من ضمن، مش هم بيساعدين. اصلا انا احب ان اطمئنك اذا كنت يعني في حاجه الى رايي يعني، فانا طبعا اتصور انه الانتخابات القادمه لن تاتي باغلبيه من التيار الاسلامي على الاطلاق. وقلت هذا الكلام اكثر من مره، وقلت ان هذه التسجيلات ستظل باقيه على اليوتيوب حتى يعني تظهر النتائج بعد الانتخابات. وانه انا كشخص اراقب الحياه السياسيه ومحلل ومتواجد في هذا الشارع المصري، اعتقد ان هذه النتائج لن تاتي كما يتصورها على الاطلاق، لا الاخوان ولا خصومهم. ومن ثم انا لا اتكلم اطلاقا من منطق فزع من سيطره احد على احد، لا العلمانيين هيكسبوا ولا اليساريين ولا الاخوان المسلمين. انا اتكلم بمنطق انه لما نيجي نعرض بضاعتنا على الكافه في الانتخابات، ما يبقاش اللي بنعرضه أنني رائع وعظيم وغيري كافر. لا أعرض أن أنا عظيم ورائع وغيري ملحد أو غيري خائن. في حد بيقول كده؟ كلهم بيقولوا كده. كل المعروض بضاعة من التيار السلفي ومن التيار الإسلامي الآن يتحدث على أنه خصوم من الملحدين والذين يقفون موقفا مطعون في دينهم وفي إيمانهم وفي إدراكهم لإسلامية هذه الأمة. شوف حضرتك، أولا أنا لم أسمع ولا واحد قال كده. هتبقى أكيد مشكلتك أستاذ حازم. ممكن، وعشان كده أنا لا أنا أقطع بأنها مشكلتك. أنا عايز أقول اعتبروني بس أنا بقول دي شهادتي. إنه دائما هذا الكلام يقوله خصوم السلفيين أو خصوم الإسلاميين، وما تسمعوش يعني ولا مرة هلاوس بصرية تقصد أو هلاوس سمعية؟ لا، الشطارة بقى إيه؟ إنك تروح جايب النص ده تقول له اسمع فلان كذا. لا إنما والله لو كان في الأمر يعني إحساس بأن دي هتبقى إجابتك كنا عملنا لك قايمة ما أنا هقول لحضرتك لا، ده أنا هقول لك حاجة أقوى من القايمة الفيلمية. هقول لك إن ده رأيي أنا شخصيا. أنا شخصيا لو أتيت بواحد بيقول أنا مش مستعد مش مضطر أسمع كلام ربنا، هقول عنه كده، مش علشان ما تقول بالظبط، ما تقول لي زي ما انت عايز، بس في المعركه الانتخابيه وفي المعركه الانتخابيه تفضل نفسك عنه بانه هو بيقول انه الراجل ده يعني عايز حكم مدني وانت عايز حكم اسلامي. لا، ما هو عايز مدني وانا عايز مدني. بس انا عايز مدني لا يرتكب المحرمات، وهو عايز مدني. لا، انت متصور ان في مرشح للانتخابات يا استاذ حازم برافو هيقف اتفقنا وسط 40,000 واحد في مؤتمر يقول انا ادعو الى مش عارف الى توزيع الخمر مجانا على الجمهور؟ برافو. مين الاحمق اللي هيعمل كده؟ خوفا نتكلم على الناس اللي العبره بقى خوفا ولا صدقا، هي دي العبره. وانت مالك؟